في ناس فاكرة إن الهوية بتساوي اللغة بتساوي الدين، وبيحاولوا يقنعونا كمصريين إن إحنا عرب لمجرد إن إحنا بنتكلم عربي. طب تعالى نفهم الموضوع بالعقل مش بالعاطفة. تعالوا نفهم يعني إيه هوية. الهوية يعني مين أنا، يعني الأصل والتاريخ والأرض والثقافة والطابع اللي بيكون شعب كامل. الهوية المصرية اللي اتبنت على حضارة نهر النيل، مش على قبيلة ولا عرق ولا مذهب. مصر كانت دولة وكيان من 7000 سنة، يعني قبل ما تظهر فكرة العروبة بآلاف السنين. ربنا قال عن بلدنا في القرآن بالاسم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني مصر كيان قائم مش تابع لحد، وده اعتراف قرآني بدولة اسمها مصر قبل أي قومية. تاني حاجة اللغة يا جماعة هي وسيلة تواصل مش هوية. اتكلمنا عربي تمام، بس ده مش معناه إننا بقينا عرب. زي في ماليزيا وإندونيسيا ملايين المسلمين، لكن محدش قال إنهم عرب علشان بيقروا القرآن بالعربي. اللغة العربية دخلت مصر، لكن المصري غيرها على مزاجه وخلق منها لهجة خاصة بيه فيها كلمات قبطية ومصرية قديمة لحد النهاردة. يعني المصري ما دبش في اللغة، هو صاغها على طريقته. تالت حاجة الدين علاقة بين الإنسان وربه. مفيش دين بيقول إنك لازم تلغي هويتك علشان تكون مؤمن. الإسلام جمعنا في العقيدة بس ما لغاش اختلاف الشعوب والثقافات. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني التنوع مش غلطة ومش حاجة عيب، ده أمر رباني وسنة من سنن الكون. من الآخر مصر بتتكلم عربي بس مش عربية الهوية. الإسلام دين أغلب المصريين بس مش هو الهوية الوطنية. الهوية المصرية أعمق، متجذرة في الأرض والتاريخ، وفي النيل وفي الفلاح وفي الجدعنة وفي الضمير الجمعي اللي عمره ما خان وطنه. فبلاش نختزل مصر في لغة أو دين. مصر مش فرع من شجرة العروبة، مصر شجرة الحضارة نفسها، جذورها في التاريخ وساقها في الحاضر، وفروعها طالعة لسماء العالم كله. دائما وأبدا تحيا مصر. وما تنسوش تكتبوها في التعليقات، والسلام عليكم.